معانا شقه 80 متر، لما تشوفها وتخلص الفيديو هتقول دي 150 متر على الاقل. تعال احكي لك. اول حاجه انا عندي هنا منطقه المدخل، بدخل من هنا بلاقي منطقه المطبخ. الحقيقه احنا عملنا كذا تعديل معماري هنا لان الشقه فعلا صغيره، بس بالحلول المعماريه وبالافكار اللي احنا طبقناها قدرنا نوفر مساحات كبيره جدا لكل فانكشن عند العميل. اول حاجه الحقيقه كان عندي هنا حمام ضيوف، كسرنا حمام الضيوف ودخلناه على منطقه المطبخ، فما شاء الله المطبخ بقى واسع عندي. بدخل هنا بلاقي عندي منطقه البار، فكره نيش كده لطيفه موجوده على البار بتاعي، عندي كراسي البار. وعندي هنا زون من ضمن التعديل المعماري اللي احنا عملناه، عملنا هنا منطقه لاندري كده، عندي الغساله، عندي جزء تخزين موجود على اليمين، وعندي جزء تخزين علوي وكمان حاطط فيه السخان الفوري الخاص بيا، وعندي هنا مكان اقدر احط فيه اي منظفات او اي حاجه بتخدم على الجزء بتاع الغسيل. وخلي بالك الظهر بتاع الجزء دوت فيه دولاب بالكامل احنا عملناه في التعديل المعماري. خليني اكمل معاك المطبخ. عندي هنا منطقه الثلاجه، وعندي تخزين علوي، عندي هنا الفرن البيلت ان، وعندي طبعا تخزين علوي بالكامل ماجيك كورنر، عندي الحوض وغساله الاطباق، عندي الميكرويف، وعندي هنا الجزء بتاع البوتاجاز البيلت ان، وتخزين طبعا تحت، وعندي تخزين فوق والشفاط الهود. عندي هنا منطقه الخضار، وعندنا هنا فكره لطيفه جدا بتاعه المقشات، ان انا لو عايز احط المنظفات بتاعتي برضو اقدر احطها هنا جوه المطبخ غير دولاب المنظفات والتخزين اللي هناك. الحقيقه المطبخ دوت هيبقى ليه فيديو هتكلم فيه باسعار بارقام بكل التفاصيل اللي احنا اشتغلنا بيها، لان المطبخ رغم ان مساحته صغيره جدا الا ان فيه كل حاجه. اول ما بدخل من المدخل وبعد كده عديت على المطبخ الاوبن كيتشن اللي عندي منطقه الجزامه، اتعمل لها ديزاين تحفه بيلبي كل الاحتياجات بتاعتي. عندي هنا زي باف صغير، طبعا احنا بنتكلم في مساحات صغيره فاحنا بنحاول نعمل اقل حاجه نقدر نوفرها في المساحه بتاعتنا وتكون وظيفيا وجماليا شكلها حلو. عندي هنا منطقه الباف بقدر البس الشوز وانا قاعد. عندي هنا منطقه تخزين بالكامل زي ما احنا شايفين. عندي وحدتين تعليق هنا بمنطقه الجزامه لو عندي بلطو او حاجه وانا بخرج بيه. المنطقه اللي هنا منطقه السفره، عندي سفره طعام 6 كراسي، عندي البوفيه بالمرايه بالجزء اللي هناك، طبعا التكييف لسه هيركب. عندي هنا لوحه ديكوريه، وبعد كده عندي منطقه نقول الليفنج، بلاش نقول منطقه الريسبشن لان الشقه صغيره غرفتين نوم، نقدر نقول معانا ليفنج. عندي هنا ليفنج ال شيب طبعا على قد المساحه اللي موجوده. عندي 2 كرسي، عندي هنا منطقه الشاشه بالكامل هتكون موجوده هنا، وعندي هنا جيب او بلكونه صغيره. طبعا انا عندي هنا الطرقه، ده الجدار اللي انا قلت عليه من شويه عند الغساله. عندي هنا دولاب تخزين بالكامل اهو، استفدت بكل حاجه عندي. اقدر احط هنا المكوه، ترابيزه المكوه الخاصه بيا لو عايز احط برضو المكنسه او حاجه. ده عمود خرسانه، فبما ان ده عمود خرسانه فاحنا جلدنا العمود مع نفس الدولاب بتاعنا علشان خاطر احس ان الدولاب بالكامل. عندي الطرق هنا في الامبليفاير التاتش بتاع الساوند سيستم. عندي غرفه اطفال وغرفه نوم ماستر وحمام. تعال نبدا نتكلم عن الحمام الخاص بيه الريسبشن وغرفه الاطفال. اول ما بدخل هنا بلاقي عندي الحوض التوب، حاجه شيك جدا. عندي وحدات تخزين سفليه، عندي القاعده هنا الدفء، وطبعا عندي هنا الشباك. الحقيقه احنا دايما بنستخدم شفاطات سقف، ولكن الكومباوند هنا كان رافض ان احنا نفتح كور واضطرينا ان احنا نستخدم شفاط شباك. ورا الباب استغلينا الجزء بتاع الشاور كابين. عندي هنا اطواق زجاج، عندي ريني شاور والخلاط الدفن طبعا والسماعه، وعندي جهوف هنا اقدر احط فيه الشامبوهات واغراض الاستحمام. قبل ما ادخلك على الاوضه الماستر اللي فيها حمامها الخاص بيها، حمام صغير جدا بس فيه كل حاجه، تعال اكلمك عن غرفه الاطفال سريعا. الكلاينت يعني حابه ان كان يبقى عندها سرير دورين، فعملنا هنا عندنا سرير دورين، طبعا مساحات صغيره بس قدرنا على قد ما نقدر نستخدم الابعاد الستاندرد في الفرش. عندي هنا طبعا ادراج تخزين على السلم، وعندي هنا دولاب، عندي هنا ويندو سيت بالكامل مع تخزين سفلي، وعندي هنا الجزء بتاع التسريحه ومكتبه. هنا عندنا اوضه النوم الماستر، اوضه في منتهى الشياكه، غرفه فندقيه طبعا رغم ان مساحتها صغيره قوي، بس انا عندي سرير كينج متر 80، عندي هنا كومود يمين وشمال مع ديكور طبعا تحفه في الهيد بورد بتاعت السرير، وعندي هنا دولاب واصل للسقف بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، وعندي طبعا بلكونه، وعندي هنا جزء التسريحه في الجزء الصغير دوت، واخر حاجه الحمام. طبعا انت لو بصيت هتلاقي فتحات، عندي ده باب حمام، عندي هنا باب الغرفه، عندي باب بلكونه، ففرش الغرفه كان صعب جدا، ولكن الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نطلعه بشكل فندقي جميل. تعالى بقى اكلمك الحمام الصغير قوي اللي فيه كل حاجه ده. الحقيقه انا اول ما بدخل كده الحمام مساحته صغيره جدا. اول حاجه عندي الحوض بورسلين بالكامل تصنيع مع نفس البورسلين بتاع الحوائط والارضيات، عندي تخزين سفلي تحت. هنا عندي هنا شاور كابين، ولكن احنا استخدمنا زاويه. عندي هنا ريني شاور، وعندي طبعا برضو خلاط الدفن، وكذلك الجروف اللي بحط فيه الشامبوهات، وعندي القعده هنا الحقيقه مساحه كويسه جدا ما عنديش فيها اي مشكله تماما. فبقى عندي قعده وشاور وحوض ومنطقه تخزين
كل حاجه تقدر تحلم بيها. مستني رايكم في الفيديو. طبعا هيطلع لي ناس هيقول لك لا مستحيل دي 80 متر، هي فعلا تحس ان هي مش 80 متر، تحسها 150 170 متر، ولكن الحقيقه الصافي بتاعها 80 متر. مستني رايكم في الكومنتات.